السلام عليكم، أهلا بيكم في الدرس رقم 18 في دبلومة كانفا بالعربي. والنهارده هنشتغل مع بعض التصميم ده، واللي هو يصنف إن هو تصميم تايبوجرافي أو تصميم معتمد على النص. وزي ما أنتم شايفين الموضوع بسيط جدا، إحنا عندنا فونتين وعندنا دايرتين كاتبين فيهم كلمتين وعناصر مساعدة للتصميم بديلة للخلفية. والنوع ده من التصميمات الفكرة فيه 70%، التنفيذ هو 30%. حاول قبل ما تشتغلوا يكون معاك ورقة وقلم وتحاول تتخيل أنت عايز تعمل إيه قبل ما تنفذه، وصدقني ده هيسهل عليك كتير جدا إنك تعمل التصميم، وهيأثر كمان الوقت اللي هتشتغلوا فيه. والتصميم من النوع ده لازم تشتغلوا بإيدك كتير علشان تتقنه، ولو عايز تتدرب عليه أكتر لازم تنضم لجروب التليجرام مع أكتر من 5200 طالب وتتعلم إزاي تكون مصمم جرافيكس بشكل مجاني تماما. وهتلاقي الجروب في صندوق الوصف. ومش هطول عليكم ويلا بينا نبدأ. وزي ما احنا عارفين هنفتح موقع كانفا وهتعمل كرييت ا ديزاين، وبعد ما تظهر معاك الشاشه دي هتختار تي شيرت، وبعد ما يفتح معانا التمبلت بتاعتنا هنخلي لونها اسود علشان ده اللون اللي هنشتغل عليه التصميم بتاعنا النهارده. وفي التصميم بتاع النهارده هنستخدم فونتين مع بعض. في الاول هنكتب الكلام بتاعنا، بعد كده نبتدي ان احنا نعمل الستايلنج بتاع التصميم. الكلام بتاعنا بيقول the best is yet to come، يعني بالعربي كأني بقول لك اللي جاي احلى. فتعالوا نكتب مع بعض الكلمات ونشوف بعد كده هنصممهم ازاي. وفي الاول عشان تكتب الكلمات هنروح على التكست تول وهنعمل اد هيدنج، وبعد ما جات لي الكلمه هنا هبتدي اكتب الكلمات بتاعتي. اول كلمه عندي هي ذا، بعد كده هبتدي اخد نسخه منها وانا ماسك الت شيفت بيست، بعد كده هاخد الت شيفت تاني از، وهكتب كلمه از كلها سمول لانها كلمه مش مهمه. بعد كده الت شيفت تانية يت، بعد كده الت شيفت تاني تو، وهكتبها برضو سمول لان هي كلمه مش مهمه. الكلمتين دول زي ما انت شايف كتبتهم كلهم سمول، مش اول حرف كابيتال زي دول. بعد كده هاخد نسخه اخيره واكتب كلمه كم، وزي ما انت شايف انا كتبتهم ملخبطين على بعض، وهبتدي ان انا اركب البازل على بعضها. في الاول كلمه ذا وكلمه يات هيكونوا بفونت مختلف عن بقيه الاربع كلمات دول، فانا هجيبهم كده فوق بعض، وهاخد كلمه از اجيبها هنا واجيب تي كده عشان اعمل سورتنج، يبقى الاربعه دول هيبقوا فونت والكلمتين دول هيبقوا فونت. طيب الفونت اللي هنستخدمه هنا هو فونت اسمه مارش رف. عشان نغير الفونت هتمسك الكلام زي ما انا ماسكه كده، بعد كده هتضغط على الفونت هنا وهتيجي هنا تكتب مارش رف، وهتلاقي الفونت ظهر عندك بالشكل ده فهتضغط عليه. وزي ما انت شايف بعد ما ضغطت عليه الفونت هنا اتغير وبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. والكلمتين دول لهم فونت مختلف واستخدمناه قبل كده اسمه فينتج روتر. لو انتوا فاكرينه هتيجي هنا هتكتب فينتج روتر، بعد كده هتلاقيه موجود عندك هنا فهتختاره. وزي ما انت شايف كده الفونت بتاع الكلمتين اتغير والفونت بتاع الاربع كلمات اتظبط، وبكده انا نجحت ان انا اكتب الكلمات بالفونت اللي انا فعلا هستخدمهم فيه. طيب ليه انا بحدد الفونت قبل ما احدد المقاس؟ لان كل فونت وليه مقاس، يعني 10 في الفونت ده غير 10 في الفونت ده، فلازم احدد الاول الفونت بعد كده ابتدي ان انا احجم التصميم بتاعي. انما لو عملت تصميم على فونت انا مش هستخدمه في النهايه هتلاقي ان انت لو جيت تغير الفونتات التصميم كله ضرب منك. فدايما اشتغل بنفس الترتيب اللي انا شغال بيه دلوقتي، اكتب الكلام بعد كده ظبط الفونتات، بعد كده ابتدي بقى ظبط الاحجام وركب الحاجات على بعض. وهنا بعد ما ظبطت الفونتات تعالوا نرتب الحاجات فوق بعض. اول حاجه هي كلمه بيست وكلمه كم. الكلمتين دول انا هقسمهم جزئين، اول جزء هو اول حرف منهم البي والسي، وتاني جزء هو بقيه الكلمه، واول حرف منهم هيبقى اكبر نسبيا من بقيه الحروف علشان اعرف ان انا ادمج الكلمات مع بعض. طيب ليه بنعمل كده؟ انا لما بكبر حرف بخلق مساحه فوق او تحت الكلام اللي هي بقيه الكلمه، ففي المساحه دي اقدر ادمج فيها كلمه تانية او ادخل فيها شكل ما علشان اعرف اخلي التصميم بتاعي شكله حلو. تعالوا كده نطبق ونشوف مع بعض ازاي الكلام ده هيتم وهيفرق معايا في ايه. طيب في الاول همسك كلمه بيست عشان دي اهم كلمه في التصميم، وبعدها كلمه كم لان دي تاني اهم كلمه في التصميم. بعد كده الكلام ده كله حشو، الاربع كلمات دول حشو، فهبعد الاربع كلمات دول هاخدهم انزلهم تحت كده في الركن وابتدي اشتغل على الكلام المهم اللي عندي. هكبر الكلمه دي شويه عشان اشوفها كويس وانا بشتغل عليها. بعد كده هاجي هنا اتاكد ان هي الايند ناحيه الليفت، بعد كده هاخد نسخه منها وهشيل الثلاث حروف اللي انت شايفهم دول الاي اس تي، هتلاقي حرف البي بقى لوحده. بعد كده نفس الكلمه دي هتاكد ان هي الايند ناحيه يمين، بعد كده همسح حرف البي بس. فبالتالي انا لو نزلت اللي فوق على اللي تحت انا عملت نفس الكلمه ولكن من جزئين انا اقدر اتحكم فيهم. هخلي الجزء ده حجمه 250 وهخلي الجزء ده حجمه كام؟ 400. طيب الدنيا اتلخبطت فهبتدي ان انا اظبطها بالشكل اللي انت شايفه ده، اخش زوم ان وابتدي اظبط المساحات بتاعتي، وبالشكل اللي انت شايفه ده
وهابتدي إن أنا أوسطن الكلمة تاني عشان أعرف أتحكم فيها كويس. بعد ما عملت اللي أنا عملته ده، عايز أحرك الEST أخليهم فوق، ولو أنت مش متأكد إن هم بادئين مع الكلمة ابتدي دخلهم في الكلمة وخش زوم إن واتحكم فيها، بعد كده رجعهم مكانهم تاني، وحاول تلاحظ المسافة هنا تكون قريبة من هنا، وطبعا هنا أكبر، فابتدي إن أنا أقرب لغاية ما ألاقي المسافة المناسبة اللي هي اللي أنا عليها دلوقتي. وأكيد دلوقتي لاحظتوا أنا قصدي كان إيه لما قلت لكم إن أنا لما بكبر حرف بخلق مساحة أقدر أعمل فيها تصميم معين. يعني أكيد أنت شايف دلوقتي لما أنا كبرت حرف البي بزيادة، هنا بقى فيه مساحة سودة كبيرة، ممكن إن أنا أمسك كلمة زي دي أجيبها هنا وأبقى دخلت كلمتين في بعض بالشكل اللي أنت شايفه ده، أو إن أنا أحط مثلا عنصر جرافيكس موجود في الحتة دي، أو أي نوع من أنواع التصميمات، لأن أنا خلقت لها مساحة أقدر أدمج فيها، وده الهدف من الحركة دي. وبعد ما ظبطت الاي اس تي على نفس اللاين من فوق، هنزلها تحت حاجة بسيطة لأن أنا مش محتاج كل المساحة الضخمة اللي تحت دي. وبعد ما نزلتها هاخد كلمة كم وأعمل فيها نفس اللي أنا عملته في كلمة بست، ونفس الكلام هاخد نسخة فوق وأتأكد إن هي aligned ناحية الشمال. بعد كده أشيل الثلاث حروف بتوعي اللي هو OME، وهيتبقى لي هنا حرف السي، والنسخة اللي تحت دي هتأكد إن هي aligned ناحية يمين. بعد كده هشيل منها حرف السي، وبالتالي أنا كده قسمت الكلمة نصين، أو مش نصين، جزئين. طيب هعمل إيه في حرف السي؟ لو بصيت كده هتلاقي إنك لو رفعت حرف السي شوية فوق هتلاقي، هنعمل زوم إن عشان نلاحظها، الكيرف ده ماشي مع الكيرف ده، أو المنحنى بتاع الكلمة هنا بتاع الحرف ده ماشي مع المنحنى ده. يعني أنا لو كبرته شوية هيبان كأن ده جزء انفصل من الحرف ده، وأنا هستغل الحتة دي في إن أنا أبني عليها تصميم كلمة كم. فهكبر حرف السي شوية أخليه حجمه 330 علشان تلاحظوا الموضوع معايا. لو بصيت دلوقتي هتلاقي إن الحرف هنا الكيرف بتاعه مش راكب قوي، فهتعمل إيه؟ هتتأكد إن هي aligned ناحية يمين عشان يبقى ناحية حرف البي، وتصغر شوية الحرف بتاعك لحد ما تحس ان انت الكيرف قرب شوية من المسافة اللي هي لو بعدت شوية، يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي كأن الحرف ده اتكسر من الحرف ده، كأنهم كانوا جزء واحد زي اللي انت شايفه كده واتكسروا عن بعض بقوا عاملين كده، وده الشكل المطلوب. بعد كده هاخد الاو ام اي دي اكبرها شوية اخليها مثلا 220، وهبتدي ان انا ادخلها جوه حرف السي. طيب في حتة من حرف السي دخلت في الاو، يبقى انا هعمل كنترول اكس كنترول في عشان اطلع الاو ام اي دي فوق. بعد كده هاخدها اعمل لها بوردر او اوتلاين علشان يقطع الحته اللي هي طلعت فوقيها بالشكل اللي انت شايفه ده. يبقى كده لما انا ابعد شويه يبقى الاو ام اي بقت انفصلت عن السي، يبقى السي اخرها هنا ولكن ما عدتش فوق الكلمه، والموضوع بقى بالشكل اللي انت شايفه ده. عندي هنا مساحات كتير اقدر اعمل فيها اضافات، زي المساحه دي، زي المساحه اللي هي السوداء اللي هنا، زي المساحه الفراغ اللي هنا. الفراغات دي كلها اقدر استخدمها تصميميا في ان انا احط الحشو بتاعي. كلمه ذا دي جميله جدا بالفونت ده، لو انا هحطها فوق، طبعا هي مش جميله دلوقتي لان لسه ما لوناش، ولكن هتبقى جميله جدا لما بتكون فوق الكلمه بالشكل اللي انت شايفه. وكلمه يت هكبر حجمها اخليه مثلا 140 واجيبها في المكان اللي انت شايفه ده، وعلشان المحتوى داخل في بعضه هبتدي ان انا اطلعها فوق. بعد كده اعمل لها بوردر اوتلاين من هنا واختار اللون يكون اسود، وبعد كده اكبر الثيكنس حاجه بسيطه. وبعد كده فضل عندي كلمه تو وكلمه از، والكلمتين دول انا هحطهم في دايرتين. فعايز دايره فهروح على elements، بعد كده هسرش هنا اكتب circle واضغط انتر، وبعد كده هيجي عندي هنا هلاقي في الشيبس دايره فاختارها، ابتدي ان انا احركها تحت شويه واصغر حجمها شويه، واخد كلمه تو احطها جواها. وكلمه تو انا هلونها بلون الخلفيه اللي هو اللون الاسود عشان تبان. وبعد ما كتبت كلمه تو جوه السيركل بتاعتي هعمل لها كنترول جي، واختصارا للوقت بدل ما تعمل نفس العمليه دي هتاخد منها كوبي بالت شيفت وتغير الكلمه اللي جوه، هتعمل كنترول شيفت جي عشان تفك الجروب اللي انت عملته وتعرف تتحكم في الكلمه لوحدها. بعد كده هتعدل الكلمه دي تخليها از، فانت كده وفرت على نفسك 10 دقايق من الشغل، وتمسح الكلمه دي وتاكد ان انت عامل جروبينج عشان هنتحكم في الكلمتين دول كعنصر واحد. فتعالوا نحرك الكلمتين دول زي ما نطقناهم بالترتيب. في الاول هاخد كلمه از وابتدي احطها في مكانها، ولما تلاقي ان اللير عندك بص كده ورا، هتروح وانت بتحركها، انت حركتها دلوقتي لقيتها ورا، هتعمل كنترول اكس وتعمل كنترول في، هتلاقيها طلعت قدام المحتوى كله، وده المطلوب. وبعد كده ابتدي ان انا اتحكم في حجمها شويه، وطبعا انا مش عايز الكلام كله يخش في بعضه، فابتدي ان انا احرك الكلام بالشكل ده. الدايره هنا مفيش اي فصل فيها، فهعمل كنترول شيفت جي. بعد كده
كده همسك الدايرة بتاعتي واعمل لها هنا بوردر، هاجي هنا عند البوردر ستايل وهفعله وهخلي في بوردر كويس كده بالشكل اللي انت شايفه. ممكن اصغر كمان الكلمة اللي جوه نوعا ما اللي هي تبقى بالحجم ده. وعلشان اعمل جروبينج تاني، طبعا انا لو جيت اعمل جروبينج تاني هتلاقي كل الحاجات بتخش في بعضها لانك دخلتها اوريدي في التصميم. فاسهل حاجة تيجي هنا على البوزيشن، بعد كده تيجي في اللايرز وتختار الاتنين دول مع بعض وتعمل كنترول جي، فلما ارجع ورا الاقي الكلمة بتاعتي بقت بالشكل ده. وطبعا هتلاقي كلمة is بقت مختلفة في الحجم، وبقى في عملنا بوردر على السيركل بتاعتها. وعلشان تعمل نفس الكلام هنا ده وجع دماغ، فزي ما اتعودنا انت هتاخد نسخة من دي وتغير بس كلمة is تخليها كلمة to. فهنمسح النسخة دي وهناخد Alt Shift وننزل بيها لتحت نسخة من كلمة is. وزي ما انت شايف هعمل كنترول شيفت جي، فكيت الجروب عشان اعرف اكتب الكلمة، وهكتب كلمة تو، بعد كده هعمل جروبينج تاني. فبقى الموضوع شكله عامل زي ما انت شايفه كده بالمنظر ده. وكده فاضل حاجتين عندنا، الالوان وعنصر نحطه هنا وعنصر نحطه هنا. عندنا لسه في فراغين هنا عايزين نملى بيهم بخلفية او بعنصر جرافيكس بسيط يكون مؤثر في الرؤية شوية. فالخطة هتكون كالتالي، ان احنا كلمة ذا وكلمة يت هيكونوا بلون وبقية التصميم كله هيكون بلون تاني. فالخطة هنا ان كلمة ذا ويت عشان هم بفونت مختلف هنخليهم بلون وبقية التصميم كله بلون تاني. ويلا بينا نبتدي نلون. هلون هنا باللون الاورنج، فهمسك حرف البي، بعد كده اعمل تكست كولر، بعد كده هختار من الكولر كود بتاعي الكود ده. واسهل لك انك تعمل تشينج اول، بعد كده تاخد الكلمتين دول تلونهم بدل ما تفضل تلون كل كلمة مع نفسها، لان دول كلمتين على بعض ولكن دول زي ما انت شايف اجزاء، فهتقعد توجع دماغك. انت طبق على كله، بعد كده خد الكلمتين دول اعمل بوزيشن واعمل سيلكت للكلمتين مع بعض ذا ويت، بعد كده روح هنا غير لونهم. واللون بتاع كلمة زاوية هنخلي اللون بتاعه بالشكل اللي انت شايفه ده، اللون الاصفر اللي هو البهتان شوية. وهنيجي كده على كلمة is هنعمل بوزيشن، بعد كده نشوف اللايرز ونمسك الكلمتين دول مع بعض ونروح عاملين كنترول شيفت جي. طيب ليه؟ علشان افك الكلمتين واعرف اتحكم في الدوائر لوحدها. الدوائر هنا انا عايزها باللون الاورنج اللي انا اخترته للكلام بالشكل ده. وبعد ما لونت ارجع تاني اتاكد ان انت كل كلمة معمول لها جروبينج بالشكل ده علشان تعرف تتحكم في التصميم بتاعك بسهولة. وبكده انا لونت الكلمة بتاعتي صح. همسك بقى الكلمة دي كلها اعمل لها كنترول جي وابتدي ان انا اوسطنها في التصميم بتاعي زي ما انت شايف، بعد كده اعمل كنترول شيفت جي عشان افك تاني العناصر بتاعتي. فاضل عندي اخر عنصر وهو عنصر الجرافيكس. وهنا انا متخيل ان انا عايز الستريشن بتاع الفاير ووركس او الالعاب النارية اللي هي بتبقى في السماء، والشكل ده عشان نلاقيه هنيجي هنا في الاليمنتس وهنكتب فاير ووركس. وبعد ما كتبت كلمة فاير ووركس هاجي هنا في الجرافيكس واعمل سي اول. وبعد ما نزلت حبة حلوين لقيت الايكون دي وهي دي اللي هستخدمها، ودي ايكون مجانية زي ما انتم شايفين، فهضغط عليها عشان تيجي جوه التصميم. وبعد ما ضغطت عليها من الوهلة الاولى انا حاسسها بيرفكت، فابتدي ان انا اغير الاتجاه بتاعتها الزاوية بتاعتها وابتدي اتحكم فيها كأنها تكون طالعة من الجزء اللي هو منشطر من حرف البي والسي زي ما انت شايف. وبعدها ممكن تظبط كلمة ذا زي ما انت شايف كده، تظبطها شوية انك تبعدها عن الفاير ووركس لان هي هتكون بنفس اللون بتاع كلمة ذا. كل اللي عليك انك بعد كده هتعمل كنترول سي كنترول في، بعد كده تستخدم هنا الفليب، تعمل فليب فيرتيكال انك تقلبها الناحية التانية، وممكن تحطها هنا بعد كده تبتدي تظبط الزاوية بتاعتها ان الجزء التاني يبقى طالع من الاتجاه ده. وبكده نكون خلصنا التصميم بتاعنا ونقدر ان احنا نطلعه بالطريقة دي. هتضغط على كلمة شير، بعد كده هتعمل داونلود، اتأكد ان انت مختار ترانسبيرنت باك جراوند ومختار بي ان جي وجايب السايز على اخره. طبعا عشان تطلع السايز الكبير لازم تكون برو، ولكن انت في المجاني انت بتتدرب بس لغاية ما تشترك. زي ما اتفقنا علشان تعمل بيزنس بكانفا لازم تكون مشترك فيه، والاشتراك بتاعه رخيص جدا ما فيهوش اي مشكلة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ده، ولو انت لسه مش منضم لجروب التليجرام الجروب موجود في صندوق الوصف، تقدر تتدرب مع اكتر من 5200 طالب بيتدربوا بشكل مجاني. شكرا ليكم واشوفكم في دروس جاية كتير.